صباح الخير بتوقيتي، انا هدى، والنهارده يا جماعه هشارككم 20 عاده خلوني احسن. في منهم عادات فعلا انا بنتظم عليها كل يوم، وفي منهم عادات انا بحاول بجد انتظم عليهم كل يوم. بس يعني في ساعات الدنيا بتبوظ عشان احنا مش عايشين في الجنه، ففي حاجات بتبوظ عادي. المهم، يلا يا جماعه نبدا على طول. ثانيه قبل ما نبدا عايزه اقول لكم حاجه. العادات دي حاولت على قد ما اقدر ارتبهم من الصبح لبالليل، يعني الحاجات اللي انا ببدا اعملها وبعد كده بالليل بعمل ايه. وحاولت ان انا يعني يكون فيهم كل الجوانب الموجودة في حياتنا، يعني الجانب الديني والاجتماعي والنفسي وكل الحاجات دي. فممكن هكون مقسمه لكم في صندوق الوصف. مثلا العادة دي بتاعت ايه. يعني ممكن دلوقتي هنبدأ بأول عادة بعملها أول ما أصحى من النوم كل يوم، وهي ان انا على قد ما اقدر بحاول كل يوم منساش ابدا ان انا اقول الأذكار. على طول بحاول ان انا اقول اذكار الصباح والمساء. بجد يا جماعه مش عارفه يعني اشرحها لكم ازاي، بس بحس ان اذكار الصباح والمساء اليوم اللي انا ما بقولهمش فيه بحس ان اليوم ده مش ظابط، يعني في حاجه غلط، في حاجه ناقصاني. وانا بحس الاحساس ده على طول بروح اقول الاذكار. تاني حاجه ودي اكتر حاجه بفكركم بيها، وهي ان انتوا وانا كمان نشرب ميه كفايه. بجد يا جماعه انتوا مش متخيلين موضوع ان احنا نشرب ميه كفايه دي يعني مفيد قد ايه لينا. بجد مخنا بيكون يعني جميل وكليتنا بتكون سعيده وبشرتنا بتكون سعيده. فحاولوا على قد ما تقدروا تشربوا ميه. انا عارفه بجد الجو برد الايام دي فالموضوع مش مساعد، بس حاولوا على قد ما تقدروا. وانا كمان بحاول على قد ما اقدر. حاجه بعملها هي ان انا بحط ازازه ميه على المكتب قدامي على طول، فاول ما انا اكون معديه كده لو ايه ده انتي مليانه للاخر اللي انا ما شربتش النهارده، فاروح اشرب ميه بقى. دلوقتي تالت حاجه وهي ان انا اخد فيتامينات. بصوا يا جماعه، بجد حياتي اتغيرت اول ما خدت فيتامينات. ما تاخدوش فيتامينات غير لما تستشيروا دكتور. اوكي، بس في فيتامينات يعني كده كل الناس لازم تاخدها، اوميجا 3 والحاجات دي. بس يعني لو عايزين تسالوا دكتور اسالوا طبعا دكتور عشان احسن. المهم انا حياتي فعلا اتغيرت لما خدت فيتامينات. طبعا يا جماعه انا بجد كان بيجي لي صداع نصفي كل يوم، بجد ما كنتش ببقى مستحملاه ابدا. بيكون سيء، والفكره انه ملوش علاج. بس اول ما بقى بدات اخد فيتامينات فعلا حاسه ان الحياه اختلفت بجد يا جماعه. ممكن بقى عشان انا معرفش، بس يعني جربوا هتلاقوا الحياة حلوة. رابع حاجة واكتر حاجة انا بحس ان انا سعيدة وانا بعملها، وبحس ان انا فعلا يا جماعة دماغي بتتصفى كده وانا بعملها، بحس ان انا بتغسل من جوه. وهي ان انا اتمشى. اوكي، انا مش حاطه ان انا كل يوم لازم اتمشى، بس على قد ما اقدر لو في ايام انا فاضيه فيها انا ما بعملش اي حاجه في حياتي، فانزل اتمشى كده حوالين العماره كده اهو كده اهو، بعدين ارجع تاني اطلع البيت. ممكن بقى وقت الغروب. خمسة شبه قوي العاده الرابعه، بس هي مش شبهها قوي. يعني بصوا هقول لكم ان انا اطلع بره البيت على قد ما اقدر كل يوم، او اقف في البلكونه على قد ما اقدر كل يوم. ليه؟ عشان فيتامين دي يا جماعه والشمس. تمام، الشمس مفيده لينا برضو. بصوا يا جماعه، كل حاجه ربنا خلقها هي مفيده لينا وهي رائعه، ويعني سبحان الله والحمد لله عليها. بس فعلا برضو عشان صحتي النفسيه انا ما بعرفش اقعد في اوضتي كتير. بصراحه بحس ان انا خلاص، انا حاسه ان انا محبوسه. فاطلع بلكونه اشوف ان في سما وسحاب وشارع، فبحس ان انا دلوقتي كويسه. واعتقد كل الناس كده. يعني انا ما كنتش مقتنعه ان دي حقيقه لحد ما بدات اجرب. فعلا صحتي النفسيه بتكون احسن بكتير لما بشوف حاجات كده، سما وسحاب وشارع وحاجات خضراء وهوا جميل. بس بجد بكون رائعه. واكيد انتوا كمان كده. لو انتوا حاسين ان انتوا متضايقين بصوا بقى كده، روحوا اطلعوا البلكونه، قولوا واو سبحان الله كده، وارجعوا تاني بقى عادي. الجو برد برضه، ما توقفوش في البلكونه كتير. لما الجو يكون حلو اقفوا في البلكونه. زيادة السعاده هي حاجه فظيعه، وبجد عرفتها مؤخرا وبقيت بعملها على طول، وهي ان انا اكتب كل الافكار اللي في دماغي. بصوا يا جماعه، اكيد انتوا كده برضو بنبقى قاعدين مثلا مركزين في حاجه، مثلا بنذاكر. اوكي، بنكون قاعدين بنذاكر، بيجي لنا في دماغنا مشروع تربيه كتاكيت وهنكسب فيه يعني ملايين. بعد كده بننسى. يعني بجد يا جماعه مش عارفه انا بس ولا انتوا كمان كده. افضل اقول لنفسي ايه يا هدى ركزي انت بتذاكري دلوقتي، ايه العبط اللي انت بتفكري فيه ده. وبعدين فعلا بيكون في افكار مهمه او حاجات انا كنت ناسيه انا المفروض اعملها وافتكرتها. فاهماني؟ فبعد كده بقى بعد ما اقوم من على المذاكره افضل بقى اعصر دماغي انا كنت بفكر في ايه ما بعرفش. فبجد حاجه سهله جدا هي ان انتوا تجيبوا نوته او ورقه جنبكم وانتوا بتذاكروا او انتوا بتعملوا اي حاجه. كل ما تيجي فكره عبيطه في دماغكم اكتبوها. بجد في افكار ما بتكونش عبيطه يا جماعه، بجد في افكار بتكون مهمه، او مش افكار، حاجات لازم نعملها بنكون ناسيينها. يعني نغسل هدومنا مثلا ولا حاجات كده. يعني بصوا هي حاجه شبهها برضو من كل الحاجات اللي بتيجي في دماغي، هي ان انا اخطط تخطيط اسبوعي. انا مش عايزه اكتبها عاده، اوكي، فانا هلزقها جنب العاده دي. اوكي، المهم ان انا اكتب كل الحاجات اللي انا المفروض اعملها طول الاسبوع. تمام، عشان افتكر بقى. يعني مثلا انا عايزه اكلم معرفش مين
يوم كذا عايزه ما اعرفش ازور مين يوم كده، فاهمين؟ اي حاجه تيجي في دماغنا نقوم كاتبينها المفروض اعمل كذا كذا، بس بتكون حاجه رائعه برضو، وعشان ما ننساش بجد، عشان موضوع النسيان ده فظيع جدا. اوكي كل الناس بتنسى بس بليفلز بقى مختلفة. انا ممكن ابصم انها غيرت حياتي فعلا، وهي يا جماعة مش هتتخيلوا ايه، ان انا ارطب بشرتي بايدي. انتوا مش متخيلين بجد ايدي بتنشف قد ايه في الشتاء، وبشرتي بتعيط في الحياة يعني عادي، شتاء صيف ربيع خريف عادي هي بتعيط. المهم يا جماعة انا بشرتي مختلطة، فكان في ايمان جوايا ان انا مش محتاجة مرطب بجد، يعني ارطب ليه؟ ما هي بشرتي بتفرز زيوت يعني عادي، الدنيا حلوة. بس فعلا طلع دي حاجة غلط. المرطب اللي انا بستخدمه اسمه مويست وان، ده احسن مرطب في العالم بجد، مفيش احسن منه. بصوا هو ايه، هو انا اخر مرة جبته كان ب95، تمام؟ بس يا جماعه بيقعد 3 شهور بجد، بكون انا وماما واختي بنستخدمه، بيقعد معانا 3 شهور، شهرين ونص حاجه كده، بس بجد رائع بجد، يستاهل الاستثمار فيه. مش بس المرطب هو اللي بيعمل السحر، بس برضه ان انتوا تشربوا ميه كويس وان انتوا تاكلوا اكل كويس هو اللي بيخلي بشرتنا تكون كويسه. بس انا بتكلم بقى على ايه، على الترطيب. العاده التامنه، تمام؟ برضو الحاجة دي ليها علاقة بالعناية الشخصية وهكذا. جماعة بصوا هقولها لكم بقى ايه فيس تو فيس كده، انتوا اصدقائي على الانترنت عادي، الدنيا حلوه. لازم اتاكد ان اسناني وشعري نضاف، تمام؟ دي غيرتني للاحسن. هقول لكم زي ما باين زي ما انتوا شايفين انا محجبه، اوكي؟ واغلب الوقت المحجبات احنا ما بنهتمش بشعرنا ابدا بجد. شعري ده يعني خلاص كانه مش موجود، كاني قرعه بجد، خلاص عادي يعني. وده شيء سيء، لان هو بجد يا جماعه بيفرق في صحتي النفسيه جدا، موضوع ان اسناني وشعري يكونوا نضاف وريحتهم كويسه، على الاقل بالنسبه لي، يعني اكون انا شامه كده ريحه شعري، ويكون شعري حواليا وريحه نفسي، والحاجات دي بجد بتفرق يا جماعه، بجد بتفرق بطريقه فظيعه. الانسان بيحس ان هو انسان سيء لو شعره مش نظيف بجد. دي خلاص معلومه انا لسه مخترعاها دلوقتي وانا قاعده، ودي حقيقة بجد. 9، وهي الحاجة اللي أنا بعملها وأنا بتمشى، وبعملها في كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان، وهي إن أنا أسمع بودكاست. جماعة خلاص بصوا بقى اسمي هدى بودكاست. خلصت بودكاست السيرة الحمد لله، وآخر حلقة خلتني أعيط كثيرا، تمام؟ عشان هي بتاعت موت النبي صلى الله عليه وسلم، فبجد كنت حزينة جدا. أنا عيطت كتير قوي في البودكاست ده بجد، يعني من التأثر، مش عياط بقى حزن، لا من التأثر. المهم دلوقتي بقى قلت ان انا هبدا مجالس القران، صح؟ قلت لكم في يوم من الايام كده ان انا عايزه ابدا مجالس القران بعد بودكاست السيره، بس بدات حاجه تانية، بدات وعي يا جماعه. كنتوا بتقولوا لي ابداي وعي ابداي وعي ابداي وعي، فبدات وعي، تمام؟ وعشان برضو الشخص اللي يعني اداني ريكومنديشن بتاعت بودكاست السيره برضو قال لي على وعي، بس انا ما بداتش وعي يعني. سمعت حلقه بس بعد كده قلت واو بودكاست السيره عجبني اكتر، فكملت في بودكاست السيره. بس وعي تحفه تحفه بجد. مثلا بني ادمين قاعدين بيرغوا في حاجات مفيده بجد، خلاص حاجات دينيه واخلاقيه وكده، فهم بجد رائعين. انا بحب البودكاست ده من قلبي، وببقى سعيده وانا بسمعه. يعني فعلا يا جماعه هم ساعات كتير بيخلوني ادرك كده اللي هو فعلا الصفه دي موجوده فيا، انا محتاجه اغيرها. او ايه اللي هيحصل لو انا ضفت الصفه دي فيا، او حسنت الحاجه دي فيا، فاهمين؟ فدي حاجه كويسه. بعيد ان هما بيطولوا قوي، يعني بيكون ساعة وحاجة، بس انا ما بحسش بالوقت يعني. مش عارفة مين قال لي قبل كده يعني ازاي بتسمعي بودكاست ساعة وحاجة انتي ما بتزهقيش؟ بجد يا جماعة ما بحسش بالوقت، بحس ان انا قاعدة كده عادي، الدنيا حلوة. فبقوا اسمعوا بودكاست وعي، اسمعوا بودكاست السيرة، بجد رائع يا جماعة، بجد رائع، احلى حاجة في العالم بودكاست السيرة ده. ولو عايزين اي ترشيحات تانية لاي بودكاست تاني، هتلاقوني حاطه لكم في صندوق الوصف الشورت اللي انا كنت عاملاه عن اكتر بودكاستس بحبها. بس عادة رقم 10، وصلنا للنص يا جماعة، احنا كده رائعين، بقينا النص بالظبط. والعادة دي هي مش عادة اكتر ما هي صفة، بس انا بالنسبة لي الصفات هي عادات. يعني صفة الصدق فهي عادة، شخص متعود ان هو على طول صادق. ونفس الكلام الكذب، فيعني شخص متعود ان هو بيكذب في اي حاجة يعني، فخلاص عادة اتحولت لصفة. العادة سلاش الصفة اللي انا هتكلم عنها دلوقتي هي العطاء، تمام؟ هي طبعا حاجة هتكون رائعة جدا لو موجودة في كل البشر، بس هي مش موجودة في كل البشر للأسف، تمام؟ والعطاء اللي انا هتكلم عنه مش ان احنا بقى نتصدق والزكاة والحاجات دي كلها، لا. العطاء اللي انا بتكلم عنه ان احنا نقدر ان احنا نعطي الناس اللي حوالينا
من اكتر حاجه بنحبها او اكتر حاجه انا يعني تعبت فيها. مثلا انا دلوقتي في الجامعه، تمام؟ فاحنا في الجامعه تمام بنعتمد بشكل كامل تقريبا على الملخصات والحاجات اللي احنا بنكتبها. يعني انا لما بكتب بعد الدكتور في المحاضره او وراه، بروح البيت مثلا اكتبهم في الكشكول بتاعي الكبير واكتبهم بشكل منمق ومنظم وكده. فسهل جدا بالنسبه لي ان انا اقول انا تعبت قوي في الحاجه دي، انا مستحيل ابعتها لاي حد، تمام؟ وسهل جدا برضو بالنسبه لي ان لو حد طلب مني الحاجه دي ابعتها له، اوكي؟ لان واحد انا مش هخسر ولا هخس اي حاجه، اتنين زكاة علم، تلاتة حسنات ببلاش. ده نموذج، يعني ده مثال للعطاء، بس العطاء ممكن يكون اي حاجه. ممكن ان احنا نعطي مشاعر، يعني لو انا واحده صاحبتي واقعه في ضيقه انا مش قادره ان انا اساعدها باي شكل من الاشكال، ممكن اديها دعم نفسي، ده برضو عطاء، فاهمين؟ ليه اشكال كتير قوي يعني. المهم حسنات ببلاش يا جماعه، فاستغلوها. قاعده رقم 11 يا جماعه، وهي ان انا اقضي وقت اكبر مع اخواتي. انا الاخت الكبيره، اوكي؟ والسنه اللي فاتت انا كنت في ثانويه عامه، تمام؟ فالسنه اللي فاتت انا بجد كان عندي فجوه حضاريه ما بيني وما بين اخواتي، اعتقد الاصغر مني كمان. يعني اللي قريبين من سني اوكي كان العادي الدنيا حلوه، بس الاصغر مني كان فعلا حاسه ان في فجوه ما بيننا. فبجد كان لازم ان انا اقلل الفجوه دي، مش عشان حاجه، عشان احنا عايشين مع بعض وعشان كمان بحبهم، وعشان كمان هحب ان هم يحبوني، تمام؟ عشان دي حاجه رائعه، عشان هم اخواتي. المهم، فبجد يا جماعه ممكن تقعدوا مع اخواتكم تعملوا اي حاجه، في العاب ب4 او ب5 او ب6، بجد العاب ب3 عادي، يعني تنزلوها كده. العاب ب4 اكتبوا على جوجل كده العاب ب4، هتنزلوا العاب لا متناهيه وتقعدوا تلعبوها مع بعض، ممكن تقعدوا ترغوا مع بعض. طبعا ده مش بيحصل كل الوقت، عشان في ساعات انا بحس ان انا خلاص انا مش قادره عايزه انام، او في ساعات انا مش عايزه اسمع حد، سيبوني في حالي. فبقول لهم يا جماعه سيبوني في حالي، انا تعبانه دلوقتي، وهم اغلب الوقت بيحترموا ده. وفي ساعات ما بيحترموش ده، فبضطر ان انا ازعق لهم بس عادي يعني الدنيا بتمشي. فعلا تقضية الوقت مع الاخوات او الاهل بشكل عام بيكون فعلا يا جماعه يعني تدفئة للقلب كده، صح؟ اعتقد رقم 12 هي ان انا التزم على تعلم لغه جديده. بصوا يا جماعه هقول لكم حاجه، طبعا كل الناس من اهدافها ان انا اتعلم اللغه الفلانيه وما اعرفش ايه وكده، وما بنعملش حاجه، صح. في بقى ابلكيشن يا جماعه اسمه دولينجو. الابلكيشن ده لتعليم اللغات، اكيد انتوا عارفينه وسمعتوا عنه في شكل من الاشكال او في يوم من الايام. الابلكيشن ده رائع. ليه؟ لان انا بجد ما ببذلش اي مجهود وانا بتعلم اللغه. مش هقول بقى ان انا فظيعه وجامده دلوقتي، وانا بتعلم الماني بشكل عام، ومش عارفه بقالي 88 يوم تقريبا، مش عارفه حاجه كده. المهم سهل جدا يا جماعه، تافه هايف. وقت ما احب ان انا اتعلم بقى اللغه بشكل بروفيشنال اكتر، انا هيكون عندي اصلا فوكاب كتير جدا، ويعني قاعده كويسه ان انا ابدا بيها، فاهمين؟ فالموضوع سهل وهايف وتافه وبنعمله كل يوم. 13 واللي بحاول التزم عليها بجد يا جماعه، هي ان انا اجيب هديه لنفسي كل فتره. ليه؟ عشان انا بحب كده بجد، مش هرغي كتير في الموضوع ده، انا بحب كده وعايزه اعمل كده، فخلاص. اللي بعده هو ان انا اكتب اللي اتعلمته من كل كتاب. بجد يا جماعه انا بحب القراءه قوي، قرات كتب كتير ما اعرفش عددهم طبعا بسبب اللي انا هقوله لكم دلوقتي. وطبعا بنسى المعلومات اللي موجوده في الكتب عادي زي كل البني ادمين. ما اعرفش عدد الكتب اللي انا قراتها. ليه؟ لان انا مش كل كتاب كنت بقراه بكتب ان انا قرات الكتاب الفلاني، ومش كل كتاب كنت بقراه انا بملكه. كتير ممكن اكون استعرتها، كتب كتير ممكن اكون قراتها اونلاين كده يعني. فانا بجد من زمان كان نفسي ان انا كل كتاب اقراه اكتب اللي انا اتعلمته منه، حتى لو كان 5 6 نقط بس يفكروني الكتاب ده كان بيعمل ايه، عشان ما اضطرش ان انا اقرا الكتاب كله من اول وجديد عشان استفيد منه تاني، فاهميني؟ بس عشان هي حاجه حلوه، صح؟ هي حاجه حلوه جدا، هحب ان انا اعملها على طول. 15 اعمل فيجن بوردز. يا جماعه الفيجن بوردز دي حاجه رائعه، لو انتم مش عارفين ايه هي بقى وما اعرفش ايه، انا عملت فيديو قبل كده وانا بعملها، فهحطه لكم في مكان هنا او في صندوق الوصف، وممكن تتفرجوا على الفيديو. بجد يا جماعه انا بعشق حاجه اسمها فيجن بوردز. بكل بساطه هي مجموعه من الصور بنحطها جنب بعض بتدل على الاهداف اللي احنا عايزين نعملها في حياتنا، فبجد بتكون حاجه سكر جدا وبحب اعملها. اللي بعده هو ان انا ابعد عن كل حاجه سلاش حد مؤذي بالنسبه لي. وهنا يا جماعه هندي مثال باكتر حاجه مؤذيه بالنسبه لي اللي انا بعدت عنها وسبتها للابد، او مش للابد، لمده سنه، وهي تيك توك. تمام يا جماعه، اكيد انا مش لوحدي، الوحيده اللي بقعد على تيك توك اعمل كده.
بجد يا جماعه كان يوم كام؟ كان يوم 8/12 وقت ما انا قررت ان انا همسح تيك توك. وقررت القرار ده بعد ما كتبت في الجورنال بتاعتي المميزات والعيوب لوجود تيك توك على تليفوني. فالعيوب كانت اكتر من المميزات بكتير، فقررت ان انا امسحه لصحتي النفسيه. ليه يا جماعه؟ انا بجد كنت بقعد بالساعات من غير ما احس قاعده بعمل كده بس. وتيك توك علشان ذكي، هو فكره منه ان هو بيطلع لنا حاجات ممكن ما نكونش مهتمين بيها. يعني انا عمري ما كنت مهتمه بالطبخ مثلا، يعني ما بتفرجش على فيديوهات طبخ. يعني كان بيطلع لي حاجات طبخ وكنت بتفرج عليها يا بالساعات، فاهمين؟ فهو بيطلع لنا حاجات جديدة علينا، حاجات مختلفة وحاجات احنا ما بنقدرش نتحكم فيها. يعني مثلا يوتيوب احنا بنقدر نتحكم في الكونتنت اللي هيظهر لنا في الهوم بيج، نفس الكلام انستجرام، انما تيك توك ما بنقدرش نعمل كده ابدا. فعشان كده قررت ان انا خلاص شكرا، انا مش عايزه تيك توك على تليفوني، لان هو كان حاجه مؤذيه جدا بالنسبه لي. انتوا كمان المفروض تعملوا كده، تاخدوا القرار الاسلم ليكوا. طبعا انا بعد ما مسحته يعني باسبوع كنت حاسه بالفراق، بس بعد كده أنا اصلا نسيت ان هو موجود على الحياه. 14 اعمل روتين صباحي ومسائي. لو انتوا مش عارفين ازاي تعملوا روتين صباحي ومسائي لو انتوا مش عارفين ازاي تعملوا روتين صباحي ومسائي وعايزين تعملوه، فالفيديو اللي فات اللي انا نزلته كان عن الموضوع ده اصلا بشكل عام، وقلت لكم ازاي تعملوه ووريتكم الروتين بتاعي، فلو حابين تشوفوه هسيبه لكم في صندوق الوصف. 18 وهي للناس المشتته اللي زي بيتشتتوا بسرعه. هما مش مشتتين بس بنتشتت بسرعه. يعني بجد يا جماعه لو بعمل مثلا 7 حاجات في حياتي فانا ممكن ايه ده المفروض اعمل ايه كده يعني. المهم، فاول ما احس ان انا مشتته احدد اولوياتي. ناقص لنا يا جماعه اخر عدتين، واللي هي واحده منهم ان انا اسيب الموبايل قبل ما انام بتلت ساعه واقرا كتاب. تمام، او اسيب الموبايل بشكل عام واقرا كتاب قبل ما انام. عشان يا جماعه التليفون بيخلينا نسهر اكتر وما نركزش. وبصوا يا جماعه انا مش ضد الهاتف والتكنولوجيا، بس في حاجات احنا بجد المفروض نقف عندها كده، اللي هو انتي مش كويسه ليا فانا مش هضطر ان انا اعملك بعد كده. يعني ان انا امسك التليفون بالليل متعه واستمتاع وكده، بس هي مش كويسه ليا، بتخليني تاني يوم اصحى متاخر وبيطلع لي هالات سودا زي ما انتم شايفين كده. فخلاص مش كويسه ليا، يبقى خلاص الى اللقاء ونستبدلها بحاجه كويسه لينا. ممكن لازم انهي بيها، وهي عادتي يعني السيجنتشر بتاعت هدى، اللي هو هدى مين؟ هدى كتابة يوميات كده، فاهمين؟ خلاص. فهي ان انا اكتب يومياتي بجد اكتر حاجه سعيده ان انا بعملها بقالي سنين. ولو في يوم من الايام انا ما عنديش المغامرات الفظيعه اللي هكتبها في يومياتي، فبستخدم اسئله الجورنالينج. الاسئله دي انا بنزلها على انستجرام، وبفكر يا جماعه اعمل فيسبوك بيج. لو عملتها هقول لكم، يعني هكتب لكم في الكومنتس يا جماعه انا عملتها، خدوا وروحوا بقى شوفوها. فيسبوك بيج دي برضو هنزل عليها اسئله الجورنالينج والحاجات اللي انا بنزلها على انستجرام بشكل عام، عشان الناس اللي مش عندها انستجرام يبقوا يشوفوا يعني. وعادي الدنيا حلوه. انا كان عندي فيسبوك بيج زمان بس انا مسحتها من غير ما اقصد، او بصراحه كنت قصدي ان انا امسحها. المهم انا مش عارفه الفيديو ده هيكون قد ايه، بس انا متاكده 100% ان هو هيكون طويل، عشان انا قاعده برغي بقالي كتير، قاعده برغي بقالي كام 32 دقيقه. فاكيد الفيديو هيكون طويل. وبس كده يا جماعه، اتمنى ان انتم تاخدوا كذا عاده كده من العادات دي وتحطوها في حياتكم، وان انتم تختاروا الاختيارات الصح ليكم بعيدا عن بقى اي حاجه. الاختيارات الصح ليكم. واشربوا ميه كفايه، وانا قايمه اشرب ميه عشان بجد ريقي نشف، بجد قاعده برغي بقالي كتير قوي. وبس يا جماعه بحبكم قد الكون، وشكرا ومع السلامه.